يعني ايه برومت انجينير وازاي الناس بتكسب فلوس من الكلام ده؟ اول ما تسمع الاسم ده بتقول ايه ده ومهندس ايه وبتاع ايه بالظبط، ولكن هو الحقيقة مش مهندس مباني او مهندس برمجة. هو واحد شاطر بيعرف يكلم الذكاء الاصطناعي صح. يعني ايه يتكلم معاه؟ يعني يعرف يسأله السؤال الصح بالطريقة الصح. شفت مثلا لما تسأل شات جي بي تي سؤال عادي فدايما مش بيديك افضل نتيجة. يعني مثلا لو قلت له اكتب لي بوست عن القهوة فيكتب لي كلام بسيط او كلام بشكل عام. لكن البرومت انجينير بقى هيقول له ايه؟ هيقول له اكتب لي بوست تسويقي قصير عن القهوة وباللهجة المصرية ويشد الناس من اول سطر. كده هو كتب برومت بشكل اكيورت او شكل دقيق، فكده هيطلع له النتيجة اللي هو عايزها. يعني زي ما تقول كده الذكاء الاصطناعي طالب شاطر ولكن محتاج مدرس يوجهه صح ويقول له المطلوب منه بالظبط. في ناس فعلا بتقبض فلوس من انها بتكتب جمل بشكل اكيورت للذكاء الاصطناعي. بدل ما تقعد تجرب وتغلط البرومت انجينير بيطلع النتيجة من اول مرة. علشان كده المرتب بتاعهم عالي جدا. انا من الاخر كده الشطارة مش في الكود، الشطارة في اللي يعرف يكتب كلام يخلي الكود يشتغل لوحده. فلو عندك طريقة تفكير ذكية او تعرف تشرح المطلوب منك كويس فممكن تبقى واحد منهم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناة وشير الفيديو مع اصحابك وقول لي في الكومنت اشرح لك ايه الفيديو اللي جاي.